بصي بقى، لو انت في تالتة ثانوي وشهر رمضان قرب وعندك تراكمات ومتوترة ومش عارفة تبدأي منين، فالفيديو ده معمول علشانك انت حرفيا. وعلشان التراكمات وكمان ان احنا عايزين ندخل شهر رمضان للطاعة، بس قررت اعمل سلسلة كاملة بمناسبة دخول شهر رمضان. سلسلة هدفها ان احنا نخلص التراكمات قبل ما رمضان يبدأ، علشان ندخل شهر رمضان واحنا اخف واهدى وقادرين نذاكر بتركيز. خليني اقولك المشكلة في الاول، المشكلة مش ان التراكمات كتير، المشكلة ان كل ما تبصي عليها تحسي انها جبل، فتعملي ايه؟ فتأجلي المذاكرة، فالمذاكرة تكبر كتير، فتحسي بالعجز اصلا ان هي كترت كتير جدا، فمش هتذاكريها اصلا. فالحل ايه؟ طبعا مش انك تذاكري اكتر ولا انك تسهري طبعا عشان تلمي كل التراكمات اللي عليكي، لا طبعا الحل انك تتعاملي مع التراكمات دي بعقل مش بخوف، لانك لما تخافي هتتوتري، فمش هتذاكري وهتسهري على الفاضي وهتتعبي اكتر. طيب يا جماعه، اللي انا هقوله ده دي قصه حقيقيه لطالبه معاكو السنه دي في ثالثه ثانوي في تراكمات عندها، وهي بعتالي القصه دي علشان انا اقول لها اعمل لها جدول واقول لها ازاي تنظم يومها وتذاكر. تعالوا نوريكم التراكمات اللي مراكماها الطالبه اللي معانا دي. في الكيمياء مراكمة الشهر الخامس كامل، في الفيزياء مراكمة الفصل الثاني وهم حاليا في الثالث، ما بدأتش في الثالث كمان، بس هي مراكمة الفصل الثاني، لسه اصلا بتقول انها لسه ما حجزتش الفصل الثالث، تمام. وناسية الفصل الاول تماما، يعني يعتبر الفيزياء لسه هتبداها من جديد حرفيا. الاحياء عندها مراجعة اللي هي الثلاث ورش، عايزة تراجعهم تاني، يعني هي بتقول ان عند الدكتور احمد الجهري الثلاث ورش عايزة تراجعهم. وكمان عندها محاضرة هرمونات واحدة، وكمان عندها في العربي يا جماعة 5 محاضرات مراكماهم. يعني بجد يعني الجدول ضخم لطالب مثلا ممكن يشوف الجدول يقول ايه ده كمية المواد دي ويحبط وكده، هي ما احبطتش تماما، وبعتالي ان انا اعمل لها جدول، ومن عيني طبعا هعمل لها جدول وهنزل لكم الفيديو وهي كمان هتشوفه. وعايزه اقول لكم ان انتوا شجعوها انها تخلص طبعا التراكمات اللي عليها دي. ولو اي حد عنده تراكمات وحابب ان هو يشاركنا وان انا اطلع اعمل له جدول وكده، تمام عادي يبعت وانا هعمل كده. تعالوا انا اوريكم ازاي اخليها تخلص كل التراكمات اللي عليها دي في ايام قليله جدا من غير ما تحس انها بتموت نفسها. بصي صاحبة الفيديو طبعا وصاحبة الكلام دوا، ركزي معايا وما تتحركيش من الفيديو، علشان الجدول ده لو مشيتي عليه زي ما هو هتحسي لأول مرة ان التراكمات بتقل مش هتزيد. قبل ما ابدأ في الجدول عايزة اقولك حاجة مهمة، انت مش متأخرة، انت بس محتاجة خطة صح، والخطة دي معمولة مخصوص علشانك علشان تخلصي طبعا التراكمات قبل شهر رمضان، مش عشان نضغط نفسنا لكن علشان رمضان يبقى شهر هادي. وكمان عايزة اقول لكم لو حد منكم عايز يبعت اي حاجة يكتب لي في الكومنتات وانا هرد تماما عادي، واللي عايزني اطلع اتكلم واعمله جدول زي اللي انا فعلا بعمله ده لصاحبتكم عادي تمام، مفيش اي مشكلة عندي. طيب انا اول حاجة قلت لكم طبعا اللي هي مراكمات، وانا قلت طبعا التراكمات اللي عليها. طيب الوقت انا هقول اليوم الاول في لم التراكمات دي هتعمل ايه. من الساعة 10 للساعة 12 هتذاكري كيمياء المحاضرة الاولى من الشهر الخامس، هتفهم الشرح تماما اللي الدكتور بيشرحه وهتفهميه طبعا. وبعدين كده انت خلصتي طبعا ايه فيديو الشرح اللي هو بتاع ايه المحاضرة الاولى من الشهر الخامس كيمياء. هتيجي بقى من الساعة 1 للساعة 3 هتذاكري برضو كيمياء. هتعمل ايه؟ هتحلي على نفس المحاضرة اللي انت سمعتي الشرح بتاعها. هتيجي بقى من الساعة 7 للساعة 9 هتذاكري احياء. هتذاكري ايه؟ احياء. وكمان هتذاكري اللي هي محاضرة الهرمونات وتفهميها وتلخصيها. ده الاول يوم. تاني يوم بقى هتذاكري ايه؟ من الساعة 10 للساعة 12 هتذاكري المحاضرة التانية من الشهر الخامس كيمياء. ومن الساعة 1 للساعة 3 هتذاكري برضو كيمياء، هتحلي بنك اسئلة، وكمان هتمتحني الامتحان اللي بيكون ورا كل محاضرة، يعني المحاضرة بيكون فيها شرح وحل وامتحان، هو الامتحان ده. اما بقى من الساعة 7 للساعة 9 هتذاكري عربي المحاضرة الاولى والتانية. معلش انا حاسة ان انا هضغطك في العربي شوية، بس لازم تنضغطي في العربي، هو مش قوي لان انت هتذاكري اللي هو المادة برضو سهلة، فاهمة؟ اللي هي جايب العربي سهلة، وكمان العربي ده مادة خفيفة، فاهمة قصدي؟ اليوم التالت من الساعة 10 للساعة 12 هتذاكري فيزياء الفصل التاني محاضرة الأولى. من
الساعة 1 للساعة 3 هتذاكري فيزياء محاضرة تانية، ومن الساعة 7 للساعة 9 هتذاكري أحياء اللي هي الورشة مراجعة دي الأولى والتانية، الورشتين ماليش دعوة لازم تذاكريهم، لازم لأن أنا عايزة أخليكي وقت قليل في إن انتي تلمي التراكمات، مش عايزة أديكي وقت كبير. بس بجد يا جماعة أنا مقسمة لها اليوم فترات، وأنا هفهمكوا ده بعدين. اليوم الرابع من الساعة 10 للساعة 12 هنذاكر فيزياء باقي الفصل التاني، ومن الساعة 1 للساعة 3 هنذاكر برضو فيزياء بس هنحل وكمان هنمتحن على الفصل كله، وكمان من الساعة 7 للساعة 9 هنذاكر عربي المحاضرة رقم 3. احنا ذكرنا المحاضرة الأولى والتانية يعتبر. اليوم الخامس من الساعة 10 للساعة 12 هنذاكر فيزياء مراجعة الفصل الأول وكمان هنحل، ومن الساعة 1 للساعة 3 هنذاكر كيمياء وهنذاكر 3 محاضرات كهربية هنرجعهم على السريع. ومن الساعة كمان 7 للساعة 9 هنذاكر عربي المحاضرة رقم 4. اليوم السادس بقى هنذاكر من الساعة 10 للساعة 12 كيمياء، هنحل تمرين شامل على الكهربية كلها. ومن الساعة 1 للساعة 3 هنذاكر برضو كيمياء بس مراجعة شاملة اللي هي بتاع الشهر، اللي هي مثلا بيعملوا كورس شهر اللي هي بتكون محاضرة الشهر أو الورشة عامة، هي دي هتذاكريها في الوقت ده. أما من الساعة 7 للساعة 9 هتذاكري عربي المحاضرة الخامسة، وكده يعتبر خلصتي يعتبر العربي مراجعات وكده. اليوم بقى السابع هتذاكري من الساعة 10 للساعة 12 أحياء الورشة اللي هي التالتة، يعني كنت قايله ان انت هما 3 ورشات عايزة تراجعهم خفيف، انت قلتلي كده، فهتذاكري الورشة اللي هي رقم 3. أما من الساعة 1 للساعة 3 هتكون مراجعة خفيفة فيزياء وقوانين وكيمياء الأخطاء اللي انت اخطأتيها مثلا في الحل في كده، وكمان هتذاكري عربي تثبتي بقى اللي هو ايه، مثلا ذاكرتي كده 5 محاضرات اللي انت كنت مراكمهم تثبتي الكلام مثلا اللي طار منك تراجعهم على الخفيف كده. أما من الساعة 7 للساعة 9 هتاخدي راحة وكمان هتنظمي علشان تدخلي على رمضان واحنا ايه كده، واحنا فاضيين واحنا هاديين ونقرب من ربنا اكتر، وكمان يعني يكون علاقتنا بربنا اقوى من الاول. نبذة صغيرة جدا على الجدول اللي انا عملته بناء على ايه، بناء على عدد ساعات المذاكرة في اليوم. انا مش عايزاها تضغط نفسها قوي، فخليت عدد ساعات المذاكرة 6 ساعات بس، وكمان ال6 ساعات دول مش ورا بعض، لو تلاحظوا عملتهم على 3 فترات في اليوم، وكمان كل فترة هتكون 2 ساعات. وكمان الجدول ده لو تلاحظوا ان هو من غير سهر ومن غير ضغط، لو تلاحظوا انا اكدت على النقط دي جدا، فانتوا كمان لو هتعملوا جدول لازم تأكدوا على النقط. قبل ما اقفل الفيديو اسمعيني بقى كويس، او اي حد يعني بيسمع الفيديو يسمعني. ما تذاكريش المادة اللي مزاجك رايح ليها، ذاكري اللي انت مراكماه كتير. الراحة بتيجي بعد الانجاز، يعني مش قبله، معروفة يعني. لو يوم وقع منك ما تهديش، كمل اللي بعده عادي، ولا كان امبارح كنت بتلعبي عادي. التراكمات بتخلص بس مش بالعصبية، بالعقل. دلوقتي بقى عايزة منك حاجة، اكتبيلي في الكومنتات انت في سنة كام، ايه المواد اللي مراكماها معاكي وعايزة تخلصيها قبل رمضان ولا خلال. اوعدكم ان كل قصة هتبعتوها لي او تكتبوها لي في الكومنتات هحاول اطلع وانزل لكم ليها واعمل لكم جدول في فيديوهات جاية كتير في السلسلة دي. ولو حابين السلسلة اعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان رمضان السنة دي يكون مختلف، اهدى واخف على قلبكم، وربنا يوفقكم واحنا مع بعض خطوة بخطوة. وسلام.